يا صباح الهنا، صباح الجمال، صباح الرضا عليكم او مساء الهنا على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. ومساء الرضا عليكي قبل ما نبدأ كده يومنا، بعد ما تصلي كده وتصلي كمان على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لازم تعملي حاجة لنفسك تبدأي بيها يومك، قهوة، شاي بلبن، اي مشروب انت بتحبيه. بعد ما تفطري لازم تعمليه كده عشان تبدأي يومك كده بطاقة كلها نشاط وحيوية وانت مبسوطة. شايفين الرز المعمر الخطير ده بالسمنه البلدي وشويه قشطه كده على الوش؟ خلوا اللون بتاعه عامل ازاي يا جماعه. بصوا هقول لك تركية بسيطة جدا، لازم تحطي مع الرز المعمر مية، دي نصيحة مني. ما تعملهوش بلبن صافي يا جماعة، عشان يخلي الرز المعمر مفرفط معاكي كده ومش معجن. لازم تحطي التلت بتاعه مية والتلتين لبن. ندخل على تاني أكلة معانا، هي الورق العنب. الورق العنب يا جماعة من أهم الأكلات اللي ممكن تعمليها في العيد، في سواء عيد كبير أو عيد صغير، والعيد الكبير أكتر لأنه بيتاكل كده مع اللحمة. خطير يا جماعة. بصوا ممكن تعملي صينية، حلة ورق العنب بالكوارع، او طاجن ورق العنب بالكوارع. طبعا كل سنة وانتم طيبين. ممكن نعمل ورق العنب وتحت كده نرص فيه قطع من الستيك اللي موجودة عندك من العجل. وكمان ممكن نعمل ايه للناس اللي ما بتحبش بقى الستيك والافتكاسات في الاكل ولا اي حاجة، ممكن نعمل لحمة مسلوقة عادي جدا جنب ورق العنب. حلويات العجل بقى يا جماعة، مش الحلويات المسكر. السجق البلدي باللحمه تحفه 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 يا جماعه، لازم تجربوه ولازم تخلي عيالك يجربوه. ممكن دي تكون كده على العشاء، عشوه خفيفه وبسيطه وتحفه جدا. تاكلوه بعيش بلدي او عيش فينو، اي حاجه، الف هنا وشفا. اللي وصل معايا لحد هنا حط لي لايك وسبسكرايب للقناه، وبشكركم جدا جدا جدا. على الناس اللي دخلت معايا جديد في القناة وشرفتني، شكرا لكم بجد، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة لآخر فيديو عندي، بشكركم جدا من كل قلبي. نيجي بقى الطبق الرئيسي اللي لا غنى عنه في أيام العيد. طبق صينية الرقاق باللحمة المفرومة. أكيد دي 100% من الشعب المصري كله لازم يعمل رقاق باللحمة المفرومة في العيد، ده شيء أساسي. فانتي طبق رئيسي. طب مش هننسى بقى الفطار كده قبل ما ندخل على اللي بعده مش هننسى الفطار. ممكن تعملي فطار سريع جدا. دي مش بيتزاية، دي بتتاكل بالعيش، بطاطس مفرومة، بطاطس مبشورة على طماطم على جزر، وتحطي كده على الوش شوية جبنة موتزاريلا وتدخليها الفرن يا ست الكل. مش تاخد معاكي 10 دقايق، تعمليها فطار صحي ومفيد جدا 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 ليكي، وكله طاقة. حلو جدا جدا، فيه بروتين، فيه نشويات، حلو، وفيه ألياف. طبعا صينية المكرونة البشاميل برضو من الأكلات الأساسية. شوية أكلات كده في 3 دقايق تحبوها، من الأكلات الأساسية. لو في ضيوف عندك بقى كده وعايزة تزغرفيها وتزينيها، لازم هتصرفي عليها كده كيس جبنة موتزاريلا، بيودي الريحة والطعم في حتة تسعة خالص، حلوة جدا جدا. احنا بقول لكم هنا ممكن ناكلها كده سايحة ونايحة في قلب بعضها، أو ممكن تقدميها قطع لما تسيبيها تبرد شوية. بس احنا بنحبها تكون جوسي كده ولطيفة، والعيال بيحبوها. لو لسه بقى ما لحقتيش نفسك وما جبتيش الرواية الناشف او الرواية الطري، صدقيني والله حرفيا مش هياخد معاكي ساعة وربع. كيلو دي بالعجن وبالخبز وبالفرد وبالتسوية، كل ده مش هياخد معاكي ساعة، ساعة وربع. هتلحقي نفسك بصينيتين كده رقاق. اعمليه رقاق طري مش هياخد معاكي وقت، ممكن تعمليه رقاق ناشف هيها. عايزه اقول لكم ان ده ممكن تستخدميه كعيش تورتيلا، يعني تفردي عليه شوكولاته، تفردي عليه حلاوه سبريد، ممكن تاكليه بالجبنه، خفيف كده وصحي جدا جدا. للناس اللي عامله دايت يا جماعه، حلو جدا جدا. وعايزه اقول لكم سريع ولطيف جدا جدا، وممكن تحطيه في الفريزر عندك يقعد من السنه للسنه. نختمها بقى زي ما بيقولوا عليها فطيرة أحمد أمين أو البغاشة أو الفطيرة بالسكر زي الإسكندرانية بيقولوا عليها. عايزة أقول لكم إن دي حرفيا لو عملتيها ينبهروا بيها الكبير والصغير. ما خدتش معايا 10 دقايق. الجلاش، فطيرة الجلاش بالسكر، وسقيتها لبن كده مغلي، وزينتها بأي حاجة، زبيب، جوز هند، لوز، مكسرات، سوداني، أي حاجة موجودة عندك في العيد حطيها عليها. عايزة أقول لكم إنها حرفيا تحفة، حرفيا ولادي انبهروا بيها وكمان جوزي. تحفة جدا يا جماعة، وما خدتش معايا 10 دقايق، موجودة على القناة. وشكرا جدا جدا لكل الناس اللي علقت لي بكل حب. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة، ويا رب ما كنتش طولت عليكم في الفيديو الجميل ده، وكل سنة وانتم طيبين.